السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله بس حابه اشارك معاكم فيديو جميل كده واسالكم حاجه بس اتكتبت واتجالت. هو الفطير بدعه؟ هو فطير شم النسيم بدعه؟ حد كتب لي وقال لي، بس ده كان على الفيس. كل بدع ضلاله وكل ضلاله في النار. طيب انا بس حابه اسال سؤال بس، واحب اعرف رايكم برضو في التعليقات. هو احنا سيبنا كل حاجه وبصينا الاكل؟ هو اكل الفطير حرام؟ هو من المحرمات؟ حاجه بس كده انا حابه اسالها بس وحد يجاوبني. الفطير عباره عن ايه؟ ميه ودقيق وبس وسمنه. حاجه مش من المحرمات، والحاجه دي بنعملها طول السنه. هي ايوه الطلب بيكتر عليها في التوقيت دوا، بس احنا بنقول ده عرض وطلب زي ما بيقولوا، لكن احنا مش بنعمل بدعه والعياذ بالله. معلش، يا ريت نبص على البدعه او الحاجه اللي هتضر مجتمع او تضر اسره او تضر بيت، لكن اللي احنا بنعمله ده لا. سيبك من ده كله، خلينا في الفطير والجمال وحلاوته. شايفه شويه الفتافيت الحلوين دول، كوبايه شاي كده في روقان وشويه لبن واحلى فطير. بص ده فطير مشلتت، عملته بنفس الطريقه اللي انا منزلاها عندكم على القناه. واكيد والحمد لله كتير منكم شافها واعجب بيها الحمد لله. وده الفطير الرس، برضو جماله وحلاوته. وبس انتوا في بعض الاسئله بس انا عايزه اجاوب عليها، ان حضراتكم سالتوا اسئله كتيره، وحابه بس بالمره انتهز الفرصه واتكلم ان في حد منكم سالني ده كل ما بعمل فطير بينشف مني. لو مشيت على الخطوات اللي انا بعملها في اي فيديو هتستريحي خالص ويطلع معاك الفطير زي الفل. حبيبة قلبي، عملت الفطيرة لازم اسخن الفرن. الفرن لما بيبقى سخن الفطيرة لما بتدخل بتاخد هواء، بترتفع لفوق، بتبقى كل طبقة فاصلة عن التانية، فعشان كده مش هيطلع معاكي ساكع زي ما بنقول. وفي نفس الوقت مدوس عليه في السوا عشان ما ينشفش منك، يعني يتجمع من فوق ومن تحت. انتي هتشغلي الفرن على وهو سخن، بعد كده تبدأي توطي الجوانب شوية، ما تخليهوش عالي. هتلاقي الفطيرة عندك حمرت من فوق وفي نفس الوقت هتتحرج منك. فانتي اتبعي الخطوات دي ويطلع معاك احلى فطير. في حد برضه سألني على نوع الدقيق تاني. نوع الدقيق اهم حاجة لازم يبقى متعدد الاستخدامات. بص بقى الجمال والحلاوة، فطير مشلتت، فطير رص، فطير حلا، كل انواع الفطير قدامك. حاجه تفتح النفس وحاجه بس تجوع، بسم الله ما شاء الله. بص طراوته، بص طري ازاي معاكي، مش ناشف خالص. لو اتبعتي نفس الطريقه اللي انا بعملها هيطلع معاكي زي الفل. اهو الله اكبر ما شاء الله، الكميه كانت ما شاء الله وطلعت معايا كلها ايد واحده ومظبوطه الحمد لله. الدقيق بقى اهم حاجه يكون له عرق او متعدد الاستخدامات، ويا ريت ما تستخدميش دقيق سايب. يا اما نوع الشكارة انت عارفاها نوع الدقيق ايه او اسمه ايه، وفي نفس الوقت مش انت هتجيبي كمية صغيرة، يبقى هاتي دقيق مكيس تعرفيه مكتوب عليه متعدد الاستخدامات او الاغراض، او للكحك والبسكوت في بعض الانواع بيبقى مكتوب عليها كده، هيشتغل معاكي برضو حلو خالص. وتريحي العجينة حبيبتي وتشتغل، هيطلع معاكي احلى فطير. ده بقى الباشا اللي احنا بنقول عليه، ده فطير شرقي بس محلي مش حادق. في منه ممكن تعملي حادق تحشيه اي نوع جبن او لحمة مفرومة او اي حاجة. ده فطير بصوا جماله، مش هنقول عليه جلاش ولا بجلاوة، احلى من كده بكتير، ده مغاشة. بص ما شاء الله. لو عجبك الفيديو دوسوا لايك كده حلو صغير منك يا ريت، واشتراك حلو كمان، تبقى انت حبيبتي قوي 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 قوي. بصوا الجمال والحلاوة، حاجة كده ما شاء الله. اتمنى ان انت تشتركي معايا في القناة عشان يتابعك كل جديد معايا. حابة اسألك برضو، لو انت ما بتعرفيش تعملي اي حاجة اتعلمي، جربي. تجربة والممارسة هتمكنك من اي حاجة. تجربي في حاجة صغيرة، في جزء صغير من الحاجة، علشان لما تهدريها ما تبقاش حاجة مكلفة عليكي، مرة في مرة لحد ما تجيبيها. بصوا الجمال وبصوا الحلاوة. انا كنت مستعجلة في الفيديو ده وانا بعمله، ده فطير لحد موديه لخطيبته هدية يعني، فحبيت ان انا احطه في علبة كده نظيفة وشكلها شياكة حلو. ربنا يفرح بناتنا كلنا يا رب. بصوا طلع معايا واحدة واحدة ما شاء الله، وكل واحدة أحلى من التانية، والطعم بجد بجد خطير. اللي جربت وعملتها يا ريت تبعتلي في الكومنتات تقول لي أنا فعلا عملتها وطلعت معايا زي الفل. بصوا الجمال وبصوا الحلاوة، حاجة كده الله أكبر ما شاء الله. اتعودي كده في حياتك ان انت تجربي مرة واتنين وتلاتة الحاجة تطلع معاكي، ما تيأسيش وما تقوليش معرفش. مفيش حاجة اسمها معرفش، في حاجة اسمها بكسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.